سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير بألف خير ومرحبا بكم في لاشين ديالي. الا كنتوا اول مره غتشاهدوا الفيديو من فيديوهات ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه والضغط على زر الاعجاب. اليوم جبت لكم وصفه زوينه بزاف. هاد الوصفه فعاله جدا للتساقط الشعر، البنات اللي كيعانيو تساقط الشعر بكثره وحتى الفراغات. فهاد الوصفه الا تبعتيها وفي كل مره حاولتي انك تغسلي شعرك اولا في كل مره كتغسلي شعرك ديريها غتشوفي نتيجه زوينه بزاف. فغنحتاجو فيها هو الزنجبيل اولا السكينجبير طري، يعني طري ما كارمش باقي خضر، ممكن تلقايه في السوق، و5 تومات حتى 6 تومات على حسب كثافه الشعر. فانا غادي نطحن الزنجبيل والثوم مع بعضياتهم في هذه الماكينه، حيت هذه الماكينه كتصفي، ما غنحتاجش ندير صفايه اولا هذاك لي باموس اولا شي حاجه بحال هكا باش تصفي ليا من هذوك الشعيرات اللي كيكونوا باقين. فهذه هي كتصفي، وكما كتشوفوا كتخرجوا بحال الماء، يعني بحال العصير. الا ما كانش عندكم ماكينه بحال هكا يمكن لكم تطحنوها في ماكينه عاديه وتصفيوها في الثوب اللي كيكون بحال ديال لي باموس. المهم كيجي بحال هكا. انا غادي نديرو في بخاخ، يعني اي بخاخ اولا اي رشاشه عندكم. الا ما كانش عندكم راه كتباع ب3 دراهم. فانا غادي ناخدها وغادي نديرها في هذاك الرشاش، واللي ما لقاتش الرشاش اولا ما لقاتش فين كيتباع يمكن لها تديرو غير بايديها بحال كتشكك شعرها بشي زيت وترش غير في الجذور. تحاول يعني الجذور ديال راسها كامل توصل كاع المناطق كاملين ترش فيهم. من بعد خاص يكون الشعر يعني ممشوط، تكوني ماشطاه ومسرحه شعرك مزيان مزيان. انا هنا مسرحه شعري، كنستعمل هاد المشطه اللي المهم كنفرق بها وكان في نفس الوقت كنمشط بها. فغادي نحاول نفرق. انا كنبدا بالنص القدامي كامل وكنجمعه، يعني كنشقق بالشعري كامل، ومن بعد نبدا في النص التحتاني باش كتجيني سهله، يعني بحال كنقسمو على جوج. فكنبدا غادا كنشد يعني النص اللي الفوقاني اللي هو القدام كنشدو، كنبقى نفرق به يعني بفرقه بفرقه وكنرش في الجذور. فملي غادي نرش شعري كامل كامل غنحاول انني ندير ماساج لمده 10 دقائق، يعني غندير ماساج غير بالحمات ديال صباعي. غنبقى ندير ماساج يعني دائري على شكل دائري لمده 10 دقائق، ومن بعد غنخلي الوصفه في شعري 30 دقيقه فقط، ما نفوتوهاش. نحاولوا نركزوا على المناطق القداميه اللي خاويه، ومن بعد نغسلوا شعرنا بالشامبو وبالبلسم، وما غاديش تبقى الريحه وغادي تكون النتيجه رائعه من بعد الغسيل. وما تنساوش البنات تدعموني بالاشتراك ديالكم في سناب شات وفي اليوتيوب وكذلك حتى في الفيسبوك. وشكرا لكاع البنات اللي كيدعموني.